السلام عليكم الاخوان والاخوات. غنشوفوا واحد الفيديو ديال واحد الكرغولي اللي الفيديوهات ديالو كلها سب وشتم للمغرب وتزييف الحقائق، وعنده متابعه كبيره كما كتشوفوا في الجزائر، رغم ان الكلام ديالو كله كما غنشوفوا كله اغلاط وما تيقول حتى حاجه. اذا نبداو الفيديو. حبابي واش نحكي واش نقول وكي نهضر الحق يردوني مهبول. ها حبابي، السلسله هذه نتاعنا مازالت متواصله عند الجيران تاع هذيك نتاعي. واحد النهار لبست هذا الطربوش، هذا لبسته خويا ويطيحوا عليا في لي كومونتير، ها راك لابس الطربوش نتاعنا وتهضر علينا خويا وما على بالهمش باللي هذا الطربوش قديم على مملكه بوسبير وتابع للدولة العثمانية اللي ظهر الإعلام نتاعها أول مرة في عام 1383. إذا شوفوا مزيان الشيخ، تيقول لك لبس هذا الطربوش وتيقول لي بأنه ديالهم، يعني ديال المغاربة تيقولوا لي في التعاليق بأن هذا الطربوش فهو مغربي فاسي. وأول كلاش راسه هو أنه قال بأنه ديال العثمانيين، يعني ماشي ديال الجزائر. إلا قالوا المغاربة ديالنا أو قالوا العثمانيين ديالنا مقبولة، إلا جاو العثمانيين وقالوا راه هاد الطربوش ديالنا إذا فهذه مقبولة. ولكن كرغلي يتحدث بهذه الطريقة ويقول لك بأن المغاربة قالوا ليه بأنه ماشي ديالك. هو ماشي ديالك، أنت بنفسك قلتي ماشي ديالك. درنا بحث صغير وغنقلبوا على هاد الطربوش. هاد الطربوش اسيدي غناخذ لكم واحد الفقرة ديال واحد البحث بسيط حول هذا الطربوش. نقرأ لكم هنا هذه الفقرة. أغلب المحققين يقولون أن نشأة الطربوش في البلقان عهد الإمبراطورية البيزنطية ثم انتقل إلى الدولة العثمانية، ولكن الحقيقة أن أصله من المغرب، لأنه يسمى في اللغات الأوروبية بكلمة فاز. هذه كلمة فاز فهذا الطربوش كيسموه الطواركة لحد الآن كيسموه فاز، والمغرب كله كيسموها فاس، وهي تعني مدينة فاس المغربية، حيث تم ارتداؤه بكثرة لدى شعوب شمال إفريقيا ومصر وتركيا والشام. ظل الطربوش طوال أجيال غطاء الرأس الوطني في تركيا، لكن كمال أتاتورك أصدر عام 1925 أمرا بإلغائه. هذه أول شيء. وعندنا هادو هما المراجع، إلا كتشوفوهم المراجع حول هذا الطربوش، حول أصل هذا الطربوش. إذا كان هناك من يقول بأن الطربوش فهو عثماني، والأصل هو أنه مغربي فاسي، لأن كانت الجزائر ديك الساعة ما كايناش. هو كيتحدث بأن ديك الوقيته قال لك أقدم من المملكة الشريفة. لا، المملكة الشريفة فهي أقدم، كان قبل دخول العثمانيين إلى شمال إفريقيا وخاصة إلى الجزائر. لأن نقول الجزائر فهي صنيعة فرنسا من 1962، لكن هذا الطربوش فهو أقدم. هذا الطربوش أقدم من الجزائر نفسها. غنشوفوا بالنسبة عندي واحد الوثيقة هنايا، ها هي وثيقة حول هذا الطربوش. الأتراك يستوردون الشاشية من فاس والتوانسة يحاولون تقليدها. هذه جايه من التاريخ الدبلوماسي للمغرب، المجلد 3 صفحه 163 164، كيتحدث على ان الاتراك اخذوا هذا الطربوش من المغرب، من فاس خاصه. شكون اللي كان ديك الساعه في المغرب كيحكم؟ كانت الدوله المارينيه. في ذاك الوقيته كانت الدوله المارينيه اللي كانوا المارينيين ولا المارينيون. اول حاكم لهم هو ابو يوسف يعقوب بن عبد الحق، اللي حكم من 1269 1286. إذن الدولة المارينية حكمت من 1269 إلى غاية 1465. قبل المارينيين، باش نعطي معلومات لهذا الكرغلي، كانوا الموحدون، قبل منهم كانوا المرابطون، قبل منهم كانوا الفاطميون، قبل منهم كانوا المغراويون، البرغواتيون، الأدارسة، وكاينة إمارة ناكور. ومن بعد المارينيين جاو الوطاسيون، ثم جاو السعديون، ثم من بعد جاو العلويون اللي هما حاليا اللي كاين حاليا. هادو معلومات لهذا الكرغلي
اللي كتحدث على الطربوش وعلى المملكة المغربية، في حين الجزائر لا ذكر لها. إذا أول شيء هو أنه كلاشا راسو هو الأول، قال بأن هاد الطربوش من العثمانيين. مزيان ملي اعترفتي بأن الأجداد ديالك هما العثمانيون. نتبعوا الفيديو وشوفوا مملكة بوسبير التاريخ تاعها وينتا، وهالشكل التاريخ ديال المملكة المغربية. هاني قلت لك يعني بتفصيل او اشارات على التاريخ ديال المملكة المغربية. انا كننتظر منك تعطيني التاريخ ديال الجزائر تاعه، راه قدامكم غير باه تفهموا مزيان. اذا هذا عطى واحد الرمز قال لك هذا هو كيف كان في الاصل. غلط الجاهل. فكاين فرق كبير بين الطربوش الفاسي اللي انت لابس وبين الطربوش العثماني ولا اللي استعملوه حتى في الشرق، في سوريا، في مصر. نتبعوه كيفاش جات الفكره ديال الطربوش. صاي ما تفهمي يا غير اللي ما شافوهاش يقول لك نتاعنا، كما يقول المثل العربي الشهير، اللي شافوها نتاعهم واللي سمعوا بها عندهم فيها النص. أقوال خلدها التاريخ وسيخلدها الزمن، مثل ما خلد أقوال الزعيم هواري بومدين. ونزيدكم أنا مثل يقولوها ناس بكري، الحمار حطوا فيها باينه باللي قالت لك واحد القصه ديال واحد البغله اللي هي قصه وفاء وقصه مطيشه ولا خوها. الدين الاسلامي هو اول من اوصى بالرفق بالحيوان. انت تعرفي الاسلام انت؟ انا تبان لي راكي تدافعي على حقوقك، ها راكي تقولي الاسلام وصانا باه نرفقوا بالحيوان، وانا نهار وانا نبهدل فيك مطيشه. ها بصح قولي لي علاش لازم نرفق بيك وقنعيني، ها بها علاش لازم نرفق بيك؟ احاديث اللي كتبين ان الرفق بالحيوان كيقدر يدخل الانسان للجنه، يعني هو الحيوان كيرفق به فما بالك. وهنا كيتحدث على الصحفيه ديال شوف تي في كيحاول يستهزئ ولكن ما عرفش كيفاش يستهزئ. يعني لا شيء، جاهل ما تيقول والو. داكشي علاش كدوز الفيديو. اي خلاص ما طوش، مادام هاك من اليوم ما نزيدش نقول لك زرزوميه، لانه انا شخصيا كنت حاسبك من فاصلات الحشرات. ها بصح مين اداك النيف على الورده وخيك اللي راه موراك، ها نرفقوا بك سيدي. شباغي ندير على حساب الشوفه الحسنات اللي لميتهم كاع طاروا معاك. ها حبيبي معليش، اي خلونا من مطوش. وليدي كما قالت مطيشه، الثلج والدواء، قال لك الثلوج تتساقط في طنجه، والتصويره راكم اذا هذه واحد التصويره. هادو كيديروا التصاور، راه كاينين هاد الايامات كاين بزاف ديال التصاور بحال هادو، ديال انهم كيديروا صور ديال بلادهم وكيديروا لهم انها من طنجه. وشفتوا حدا من جبال الدار البيضاء. واش كاينين شي جبال في الدار البيضاء؟ واش ما عمرني انا سمعت بان كاينه الثلج في طنجه، انا ما عمرني سمعت. اذا هادو كيديروا لهم الجزائريين باش يبينوا ان المغاربه كياخذوا منهم كل شيء، ولكن في الحقيقه هم مجهولي الهويه وتحاولوا يخلطوا الاوراق ويحاولوا ياثروا على يعني التاريخ، رغم ان لا يمكن انك تزور التاريخ. تشوفوا فيها قدامكم هذه سياره الدارك الوطني الجزائري حفظه الله، راهي في وسط الثلوج. هنا تعرف قيمه المقوله اللي تقول اللي شافوها انت. نمد نصيحه لولاد بلادي وحتى المصورين الجزائريين ولاد بلادي، الله يحفظكم، كي تصوروا حاجه من اليوم ديروا معاها الاعلام تاع الجزائر، احذاها غير باه نحفظوا الحقوق تاع الصوره تاع بلادنا. وانا علاش من بكري حاط هذا الاعلام هنا، علم جدودي والشهداء تاعي. علم جدودك هو العلم العثماني، ثم جاء العلم الفرنسي، باش نكونوا واضحين. والشهداء عن اي شهداء كتحدث؟ واش ما كتسمعوش ديما واحد بلد 1.5 مليون شهيد؟ هذه اكبر كذبه ممكن تسمعها. وغنجيب لكم منهم هما التناقض ديالهم، وفين جات اصلا هاد 1 شهيد و1.5 مليون شهيد. تبعوا معايا. غناخذوا الفيديو. نقصوا شويه ديال الزوم
باش يبان مزيان. اجي نبداو من الاول. تباع مزيان. لا يتجزأ من ترابه الوطني، كل ذلك تطلب من الجزائريين روح التضحية، ودفع الشعب الجزائري 1.5 مليون من الشهداء. اذا هنا كتعرفوا هذا هو وزير الخارجيه اللي هو رمضان العمامره. اش يقول لك؟ بان دفع الجزائريون في الثوره 1.5 مليون شهيد. نتبعوا مزيان واش غيبقاو في نفس الكلام. قرار de 1832 à 1962, date de notre indépendance, je pense que certains historiens vous disent qu'il y a eu 5 630 000 martyrs. Non, 1 500 000 dans... ها هو الرئيس ديالهم اللي عيب نقولوا سميتو، هو اش قال لهم؟ هو تجرأ واحد شويه، زاد قال لهم راه عدد الشهداء هو 5,630,000 شهيد. ما بقاتش 1.5 مليون، ولات 5,630,000 شهيد. باقي بتشوفوا Dans la العجب. guerre de libération, il faut en parler. 1 500 000 déjà, c'est un pourcentage énorme par rapport à la population de cette époque-là. L'Algérie n'a jamais atteint 10 millions d'habitants. Imaginez-vous ces chiffres-là. مات من أجلها الشهداء بلك 1.5 مليون. هذا الشيء متفق عليه، ولكن الآن الأرقام تعرفوها جميعا، توصل إلى 7 ملايين من قوافل الشهداء. ها واحد اخر في البرلمان، ها التلفزيون الجزائري وجميع القنوات الخاصه الجزائريه، هذا سميتو بن مهدي، هذا شويه طلع شويه لابار تيهضر على 7 الملايين ديال الشهداء. انتقلنا من 1.5 مليون ل 5,630,000. هذا حسبهم هذاك تبون، ثم انتقل هذا ل 7 مليون شهيد، ولكن باقي بتشوفوا من عرفنا ومن لم نعرف. من هناك تأثير سلبي على الجزائر، لكن لا أعتقد بأن الحكومة الجزائرية سوف والشعب الجزائري سوف يغير من هذا المبدأ الذي استشهد من أجله ملايين الشهداء، ولا زالت هو المبدأ الأساسي الذي تدعمه في كل مناطق. لربما تبالغ في ملايين الشهداء وما إلى ذلك. دكتور أستاذ مصطفى، في 30 ثانية لو سمحت. نعم، ملايين شهيد، أكثر من 13 مليون شهيد من أجل استقلال الجزائر. هنا راه المذيع تفاجئ المذيع براسو راه تفاجئ، قال لي ملايين، قال لي شحال 13 مليون شهيد. هذا زاد، باقي زاد، هذا معجن، هذا مقرقب 100%. هذا زاد ووصل 13 مليون شهيد. انتقلنا من 1.5 مليون، الرئيس زاد واحد شويه وصلت ل 5,630,000، جا واحد اخر زاد ليها وصلت ل 7 مليون، وهذا الخبير وصلها ل 13 مليون شهيد. باش تعرف هاد الاكاذيب ديالهم اللي ما يمكنش تكون. نشوفوا عدد الجزائريين في ديك الساعات، النسمات ديال الجزائر. نشوفوا سنة 1954، هذه هي الثورة 1962. شوف مزيان، يلا في الجزائر كانت 8,745,000، وتزادت ل 1960 وصلت ل 10,800,000. يعني زيادة طبيعية جدا. ما كاينه لا 1.5 مليون، هي 13 مليون فين بيجيبوهم؟ يعني هذا الشيء كامل مشاو الجزائريين وبقاو لنا التريك ديال فرنسا، حتى التريكه ديال العثمانيين تيبان لي حتى هي مشات. نكملوا هذا الفيديو، ضحك معاهم غير هما بوحدهم. تبع مزيان غتشوف منين جات هاد 1.5 مليون. علاش كيروجوا لهاد 1.5 مليون ونصف المليون شهيد؟ على كل حال سي نور الدين، الثوره عظيمه، واللي الثوره اللي نجت 1.5 مليون شهيد. هاي اللي اونكور حاجه اللي ما نقبلهاش. كيف ما كاش 1.5 مليون شهيد؟ كيف ما كاش مليون؟ على بالي انا رايح نجرح، على بالي راني رايح نجرح، وقالوا لي ودي معليش. ها واحد منهم هذا شويه بعقله، واقيلا عايش على برا، ولا كيخدم شويه عقله، حيت اللي كاين داخله ما مستحيل انه يخدم عقله. تقول لي 1.5 مليون تحيد منها واحد، غيقول لك لا، هذاك الشيء خرافه. دابا نشوفوا هذا قال لهم راه ما كايناش 1.5 مليون، هذا منهم نيت جزائري.
ما ديناش لانديبوندونس 5 جويي، ديناها ل 3 جويي. يعني ما كاش مليون ونص كلشي في الزيرو. حتى هذيك 5 جويليه اللي علاش كيحتفلوا قال لهم هذا راه ما كاين حتى هذيك 5، راه كاينه 3. تشكك في الرقم هذا؟ إيه. يا سي نور الدين راك تنسب في كل المسلمات اللي بنى عليها الوعي تاع شباب كامل. با يليق وصل الوقت وين نشوفوا الحقيقه. هل مثلا شحال عندنا من بعد الاستقلال؟ 60 سنه. 60 سنه. معليش. هل الوزير تاع المجاهدين ينجم يمدنا الرقم الصحيح تاع الشهداء؟ لا وراجل يمدهم. ومنين جابوا مليون ونص؟ منين؟ مليون ونص مليون شهيد. هذه اول سؤال ممكن تطرحه. راه في المغرب تيسحبوا واش كاينه شي ليست، راه ما كاين لا ليست لا والو. راه اللي عنده شي واحد مات يموت باي موت يدير اكسيدا ولا تيقول ليه شهيد باش يشديك المعاونه ديال الدوله بدا ينص فقط. غير ذلك راه ما كاين، ما عندهم حتى ليست تقول ليه سيتي لي 10 ديال الشهداء راه بيسكت. راه ما عندوش فين يجيبهم لك، راه ما حتى واحد ما عرفهم. فقط هذيك شوفوا ديك مليون ونص بالضبط منين جات؟ منين ونص؟ باسكو جمال عبد الناصر في 62 قال الجزائر الثوره العظيمه تاع الجزائر مليون ونص شهيد، وبن بالله عاودها كي جا خرج من الحبس في على كل حال هذا تشكيك كبير في اذا هذا جاب لهم القصه كي دايره ان جمال بن ناصر كان ديك الساعه كانت عنده علاقه مع كانوا في المعسكر الاشتراكي، بدا كينفخ في الثوره الجزائريه وقال لهم ان فيها مليون ونص. شوف من مصر جات لهم، مصر جمال بن ناصر عارف ان كاينه مليون ونص في الجزائر، هو قالها باش ينفخ في هذيك الثوره. ولاو هما جابن بالله اللي هو الرئيس ديالهم ديك الساعات عاودها صافي ولات تسجلات ماركه مسجله بانها مليون ونص صافي. ما تناقشنيش، ما تنزلش، ولكن زيد ماشي مشكل، تقول 5 المليون ماشي مشكل، 7 المليون ماشي مشكل، 13 المليون ماشي مشكل، ولو العقل ما يصدقش هذا الشيء. ولكن هما 10 بعقل. اش بتقول؟ كاش واحد حسبهم عندك الرقم انت؟ ما عنديش رقم، ولكن الذاكره والو. اذا نفس السؤال، اعطيني رقم ولا اعطيني ليست، اعطيني الاسماء ديالهم، والو. فقط مليون ونص هكاك وروجها في الاعلام. نكملوا مع الكروغلي، نزيدوا نعلموه شويه. علاش انا حاطه من بكري؟ ها ثاني يدو التصويره نتاعي ويقول لك علوش اصوله من فاس ولا مكناس ولا نلقى اعوذ بالله من فاس فهي عاصمه المارينيين اللي كنت كتهضر عليها، واللي في الاوج ديالها ها هي الاوج ديال ها هي الخريطه ديال المارينيين في الاوج ديالها، ومنها الجزائر، ومنها داخل الجزائر، داخل فيها الجزائر ايضا حاليا. يتابع كاش بلاد البلغلاديش ولا ها حبابي انا جزائري ودمي جزائري وما سطايفيه وبويا عباسي، بلا ما ننسو جداتي من جهه معسكر بلاد الامير عبد القادر، وجداتي ملهيه من جهه الشاويه. ها خوتي بعد ديروا حسابكم. حتى القمر يا خاوتي وقال لك نتاعنا ها شافوا فيه واحد الصوالح رجعوه نتاعهم. الزليج نسيتوه؟ وفي الاخير انتقل الكرغلي للزليج. عرفت علاش تيقول الزليج جزائري؟ تيقول جزائري لانهم لقاوه في واحد المسجد تما في واحد القصر في تيلمسان، اللي كانت تيلمسان في ديك الساعه تابعه للمرابطين اللي كانت عاصمه ديالهم اللي هي مراكش بقياده يوسف بن تاشفين. والزليج لو كان جاو الاندلسيين الاسبان ولا جاو اهل المغرب كيتحدثوا على انها ديالهم مقبوله، ولكن يجيك كرغلي ويقول لك الزليج فهو جزائري، هذه ما يمكنش. غنجيبوا ثاني الدليل من عندهم. اول شيء غنشوفوا هو هذا المسجد ديال تيلمسان. المسجد ديال تيلمسان شيد من طرف يوسف بن تاشفين سنه 1136، والبناء ديالو فيه كما شفنا الرخام الاجور الزليج الخشب الجبس. هادشي كامل ما كيعرفوش. اتحداهم يجيبوا لي واحد الورشه بحال هذه. هذا هو الزليج الفاسي. هما حيت تيتسموا هذاك السيراميك، داك السيراميك اللي كنديروا في الحمام وفي الطواليت كيسموه هما الزليج. هاد الزليج هذا ها واحد الورشه فاس. اتحداهم يجيبوا لي ورشه بحال هذه ديال الزليج عندهم في بلادهم حاليا. هذه راه جديده، هذه ما يمكنش.
وغنشوفوا من عندهم، غنشوفوا واحد الفيديو يضحد كيكذبهم، رغم انهم جهله، راه ما يمكنش يتبعوا هذا الشيء. تبع، هذا هو هذا التلفزيون الجزائري، تبع معايا مزيان هذا الفيديو. دشن فخامة الرئيس العديد من المنشآت ذات الطابع الثقافي والتاريخي على غرار القصر الملكي للمشور الذي تم ترميمه. كتعرفوا هذا هو اللي كان سارحهم، ما عرفتش 30 عام كذا و 20 عام. هذا هو عبد العزيز بوتفليقه اللي هو مات، ما عرفت كاع شحال من هذاك، هو في كوما وباقي عاش الرئيس. هو هذا تبع معاه. Ils ont conservé un patrimoine qui a été perdu en Algérie. Et nous devons le reconstituer, nous le reconstituons avec l'aide des Espagnols, parce qu'ils ont un patrimoine andalou extrêmement important, avec l'aide des Marocains qui ont su préserver. اسمع مزيان اش قال، بان اصلاح ديال هذا الباتريمون، هذا التراث، قال لي غنصلحوه الاسبان والمغاربه هما اللي غيجيو يصلحوا هذا الشيء، هما اللي كيعرفوا هذا الشيء ديالهم. هذا تراث ديالهم، هما اللي بناوه وعرفوا كيفاش يصلحوه. في حين الجزائر ما تلقاش شي واحد، شي معلم يجي يصلح ليك هذاك الزليج ولا هذاك النقش، حتى على الجبس وعلى الخشب. تبع مزيان. قالوا لنا غاملي كيلكو بياس في المغرب وماروك. اذا قال لي راه جبنا بعدا شي بياسات ديال هذا الشيء ديال الزليج، راه جبناهم من المغرب، علاش ما يجيبوهم من الجزائر؟ قداش؟ حيت ما عندهمش، حيت ماشي ديالهم. Même vous faites des recherches comme cela, vous faites des recherches en Espagne, vous pouvez faire des recherches au Maroc. نفس الشيء، ناقش على الخشب اللي كتشوف في السطح. قال له سير قلب لي في المغرب وفي الصباليون على معلمين اللي يقدروا يصايبوا لنا هذا الشيء، هادشي ديالهم. Vous trouvez la solution tout de suite. لا يوجد أي مشكلة. هي النتيجة ديال هذا الشيء كامل، هو أن هذا الذليج هذا اللي كتحدث عليه، هذا الكروغلي هذا، فهو مغربي أندلسي. فالمرابطين راه كانوا حكموا المغرب وحكموا أجزاء من إسبانيا اللي هي الأندلس، وحكموا أيضا الغرب الجزائري اللي فيها تلمسان. وهذاك المسجد راه يشبه مسجد ديال المناره ومسجد ديال واحد المسجد كان في غرناطه. اذا هنا كنوصل للنهايه. مره اخرى راه جميع الفيديوهات ديالو راه على المغرب، الجهل، ما عنده اي دليل، عنده الفم ها كيهضر ها بلا بلا بلا، كلهم راه تمشي في الرياضه، تمشي للسياسه، تمشي ها كيهضروا، ها كينفخوا في رؤوسهم حنا القوه الضاربه حنا، ولكن في الحقيقه ما كاين والو، ما عندهم اي دليل. ماشي حيت الزليج كاين في تلمسان يعني فهو جزائري، راه كاينين ماشي غير شي وحده الا جات للمغرب وشرات واحد التقشيطه ومشات لبساتها في شي عرس في الجزائر نقول لها التقشيطه راه هي جزائريه. ماشي دوك المباني ديال الطراز الاوروبي اللي كاينه في الجزائر اللي بناتهم فرنسا وبناوهم الرومان نقولوا هادو راه جزائريين. هذا راه تراث جزائري، هذا راه تراث اوروبي، هذا راه نقلوه لهنا. حتى التراث العثماني اللي كاين في الجزائر، الجزائر ما كانت حتى 1962 عاد كانت شي حاجه سميتها الجزائر. بالعكس كان اغلب الجزائريين هما دابا كيسموهم الحركي، هذوك كيسموا رؤوسهم فرنسيين ما عندهمش، ما يعترفوش بشي حاجه سميتها الجزائر حتى بعد الاستقلال. هذا كل شيء، والسلام عليكم.